مالك يا بنتي؟ بقالك ساعة قاعدة وشايلة طاجن ستك. ما تتكلمي يا حبيبتي وقولي حكايتك ايه؟ انا زهقت والحلقة هتخلص. عارفة يا خالتي مبسوطة الناس اللي بتبقى في منتهى الأنانية لدرجة إنها تسلب منك سعادتك الوحيدة في الدنيا. الناس دي كتيرة قوي في حياتنا يا خالتي، لكن ما بالك بقى لو كانت هي الأم أو الأخت أو أقرب الأقربين ليكي. لا إله إلا الله. يا بنت قطعت قلبي. احكي يا حبيبتي، أنا سامعاكي. أنا اسمي جميلة، وفعلا الحمد لله أنا جميلة، وده بشهادة كل الناس اللي دخلت حياتي. لكن زي ما بيقولوا كده، الجميل دايما بيبقى حظه مش أحسن حاجة. من صغري وأنا أمي بتفرق بيني وبين نيرة أختي في التعامل، وده لأن نيرة كانت آخر العنقود. كان كل حاجة لا، سيبي دي لأختك، لا ما تزعليش أختك، لا ما تلعبيش انتي ولعبي أختك. وده خلق عند أختي نوع من أنواع الأنانية وحب النفس المطلق. ومش هبالغ، مش هبالغ لو قلتلكم أختي بقت نرجسية لأبعد الحدود. أنا حتى أفتكر موقف حصل معايا بعد ما اتخرجت على طول. كان يومها بيتقدم لي شخص غني جدا. يومها لقيت أمي بتقول: إيه رأيك يا جميلة لو نسيب أختك نيرة هي اللي تطلع تقابل العريس؟ إزاي ده يا ماما؟ هي طنط جارتنا اللي جابت العريس مش قالت إنه شافني أنا وجاي يتقدم على اسمي أنا؟ آه يا حبيبتي، ما أنا عارفة، بس يعني أنتِ حلوة وأنتِ بتشتغلي وبيتقدم ليكِ عرسان كتير، كده كده بكرة ييجي لِك الأحسن. نيرة أختي اتكلمت وقالت: ما تبقيش أنانية يا جميلة، أنتِ هييجي لِك غيره كتير ياما، لكن أنا بقيت في تانية كلية أهو وما حدش اتقدم لي. هو اللي أنتِ عاجبِك يعني إن زمايلي البنات كلهم قاعدين يتخاطبوا وأنا اللي قاعدة مكاني ما حدش بيبص في وشي؟ يعني انت يا نيرة هتبقي مبسوطة لما العريس اللي متقدم لاختك وشافها وعجبته وجالها بالاسم تطلعي تقعدي انت معاه بكل بساطة؟ للدرجة دي يا نيرة ما عندكيش ذرة كرامة؟ طب لو سأل عليا هتقولي له ايه؟ نيرة اختي ردت عليا ببجاحة وقالت: عادي، هقول له ان انت مقري فتحتك او في حد في حياتك، اي حاجة، وبعدين انا اختك، يعني مفيش بينا فرق. حاضر، براحتك يا نيرة، اهو عندك يا حبيبتي، روحي اشربيه واشبعي بيه. طب بقولك ايه بقى، قبل ما تدخلي الأوضة انا ما كنتش عاملة حسابي وما جبتش طقم جديد. اقلعي الطقم اللي عليكي ده، شكله حلو، عايزة اعجبه. وقتها شفت الفرحة في عيون امي، كانت فرحانة بنيرة العروسة. هو انا ابدا ما فكرتش ابدا انا ممكن احس بايه في موقف زي ده وغيره وغيره من المواقف اللي زي دي. لدرجة إن أمي قالت لي في مرة وبكل جبروت: بقولك إيه يا جميلة، اعملي حسابك جهازك اللي انت جايباه هيروح لأختك عشان هي اللي هتتجوز الأول. إزاي بس يا ماما؟ الجهاز ده أنا تعبت وشقيت فيه، وبعدين لو اتقدم لي عريس كويس هعمل إيه ساعتها؟ هقعد أجهز في نفسي من تاني؟ هو ده العدل يعني؟ ما انت معاكي فلوس وتقدري تجهزيها. خلاص، أنا قُلت كلمة، سيبيها تختار اللي يعجبها وتاخده، وأنتِ بتشتغلي وتقدري تصرّفي حالِك، ازنقي نفسِك بقى في جمعيات، استلفي من زمايلِك، سدّدي براحتك. المهم يا بنتي إن أختِك تتستر، ما تبقيش أنانية بقى، أنتِ الكبيرة العاقلة، أختِك صغيرة وهتتجوز الأول، وأنتِ لسه نصيبِك ما جاش. تخيلي يا خالتي، عشان مش عايزة أتنازل عن حاجتي اللي شقيت فيها أبقى أنانية، وكالعادة طبعا وافقت تحت ضغط أمي عشان أثبت لها بس إن أنا مش أنانية. واتجوزت نيرة الجوازة اللي كانت لقطة بالنسبة لها وبالنسبة لأمي، لأن العريس غني وما يتعوضش. ولفت الأيام والشهور وأنا اتجوزت بعدها بشهور على طول. اتجوزت لشاب زميلي، كان زميلي في الشغل وبكون مستقبله، وزنقت نفسي في جمعيات وجهزت نفسي، وقررنا إن احنا نبني حياتنا واحدة واحدة مع بعض. وفي يوم كنت عند أمي بزورها ولقيتها بتقولي: وبعدين يا نيرة، بقالك شهرين متجوزة ولسه مفيش أي أخبار؟
ما تروحي يا حبيبتي تكشفي وتطمني على نفسك وتشوفي موضوع تأخير الحمل ده ايه سببه. اكشف ايه بس يا ماما؟ ده يا دوب لسه متجوزة بقالي شهرين، انا لسه عروسة وملحقتش افرح، مستعجلة على ايه بس؟ يا بت، ما هي اختك اهي ما شاء الله عليها حملت من اول شهر، لا وكمان حامل في توأم، اشمعنى انتي بقى؟ دي ارزاق يا امي، لو نصيبي احمل في 3 حتى هحمل دلوقتي او بعدين، عادي يعني، انا مش مستعجلة ولا ابراهيم جوزي كمان مستعجل. طيب يا اختي، طالما انت فاضية ولسه بطنك ما شالتش، روحي شقري على اختك وساعديها لحسن دي على اخرها وخلاص، ولادتها قربت، روحي اخدميها وطل عليها يوم بعد يوم كده. سمعت كلام امي، ما هي نيرة رغم انانيتها وطبعها، بس هي اختي برضو مهما كان، وكانت بتصعب عليا عشان تعبانة على طول وبتنهج وما بتقدرش تقف كتير ولا تتحرك لأنها حامل في توأم، لحد ما جه يوم الولادة. يومها وصلت المستشفى بعد ما أختي طلعت من العمليات على طول، والغريبة إني لقيت الكل مكشر ومتضايق، ولما سألت إيه اللي حصل لقيت جوز أختي بيقول بعصبية: في واحدة من البنتين طلع عندها متلازمة داون، والدكتور الغبي مرضيش يقول لنا أثناء فترة الحمل، كنا نزلنا العيلة دي وارتحنا. استغربت من طريقة جوز أختي وهو بيشتم على الدكتور، وقلت له: طيب خير، كله فضل ونعمة من عند ربنا، أصل أكيد يعني لو الدكتور كان قال لكم ما كنتوش هتغضبوا ربنا وتنزلوا الطفل. لقيته شخط فيا وزعق وقال: لا طبعا كنت هنزله، هو أنا ناقص قرف؟ اتصدمت من طريقته وقلت له: والله كويس إن الدكتور عمل كده وما قالكوش حاجة، أكيد كان عنده بعد نظر وعرف إن انتوا ممكن تنزلوا الطفل وقال ينقذ حياة روح. جوز أختي بعصبية قال لي: بقولك إيه يا جميلة، وفري كلامك ده لنفسك، لما يبقى عندك طفلة زيها هتبقي تفهمي الموقف الزبالة اللي احنا فيه، ادخلي قولي لأختك لو ما اتصرفتش في المصيبة دي هطلقها، عشان أصلا هي اللي صممت على الدكتور ده، لو كانت راحت لواحد غيره كان أكيد هيقول لنا الحقيقة وتصرفنا في البت دي قبل ما تتولد. سبته ودخلت لأختي عشان أطمن عليها قبل ما أطبق في زمارة رقبته، لكن لقيتها هي كمان بتعيط ومش طايقة تبص للطفلة اللي طلع عندها المرض، وعمالة تقرب التانية لحضنها وتبوس فيها. قلت لها: نيرة، ما تخليش كلام جوزك يأثر عليكي، هو شوية كده وربنا يهديه، احمدي ربنا يا حبيبتي على عطيته. اسكتي يا جميلة، انتي مش حاسة بالنار اللي أنا فيها؟ أنا مش عارفة إزاي كنت شايلة البلوى دي في بطني، وأنا معرفش، أنا برضو كنت حاسة إن في حاجة غلط، المشكلة دلوقتي إني مش عارفة هتصرف فيها إزاي. يعني إيه يا نيرة تتصرفي فيها إزاي؟ أنت ناوية على إيه؟ بقولك إيه، ماما قاعدة فاضية ومفيش وراها حاجة، تاخدها هي تربيها. إيه اللي أنت بتقوليه ده يا نيرة؟ أنت عايزة ترمي بنتك؟ أنت اتجننتي ولا إيه؟ أيوة يا أختي، هديها لأمك، مش أحسن ما أوديها ملجأ؟ ما هو أكيد يعني مش هاخدها معايا البيت ولا أربيها مع أختها كده عادي، دي تربية الأطفال الطبيعية صعبة، ما بالك بقى بالمجانين. سمعت الكلمة دي من هنا وقلبي اتعصر على البنت من هنا، ما بقتش مصدقة الجحود اللي هي فيه، ولا هي ولا جوزها. وعلى قد ما قعدت أشرح لهم إن المتلازمة دي مش جنون، وإن الأطفال اللي عندهم المتلازمة دي بيبقوا في منتهى الحنية ورزق وخير من ربنا، لكن الغشاوة كانت مالية عينيهم. ماما خدت البنت كام يوم عندها، لكن ما كانتش عارفة تتعامل معاها إزاي، ما كنتش بعرف أنام من كتر التفكير فيها، زي ما تكون البنت خطفت قلبي من أول لحظة شفتها فيها، لحد ما لقيت نفسي بقول لإبراهيم جوزي: ممكن يا إبراهيم آخد البنت دي أربيها؟ أنا قلبي مفطور قوي عليها، عاوز أخدها في حضني وتبقى بنتي. بقولك إيه يا جميلة، لو بتعملي ده بدافع الأمومة فإحنا ربنا هيرزقنا بإذن الله، ما تستعجليش، إحنا لسه ما بقالناش يعني 10 سنين متجوزين، ده إحنا يدوبك كام شهر. صدقني مش قصدي أعوض بيها حرماني من الأمومة، هي بس صعبانة عليا
خطفت قلبي، والله زي ما بقولك كده. خليني اخدها عشان خاطري واربيها. اختي خلاص مش عايزة البنت تاني. طب ولما تتعلقي بيها وتيجي بقى تخلفي وما تبقيش عارفة توفقي بين تربيتك لعيالك ولا تربيتك ليها، هيبقى ايه الحل وقتها؟ انا اللي هحتاس يا جميلة. صدقني مش هيبقى في اي عقبة، وهقدر اوفق، وربنا هيقويني ان شاء الله. انا مش موافق يا جميلة. تربية الاطفال اللي عندهم المتلازمة دي صعبة قوي، وهتأثر على اي طفل نخلفه بعدين. طيب بص، انا هريحك خالص. خليني اثبت لك بس ان تربية البنت دي هتبقى سبب البركة والرزق اللي في حياتنا. ويا سيدي لما ربنا يكرمنا ونخلف هبقى ارجعها لماما. ايه رأيك يا ابراهيم؟ ماشي يا جميلة، اللي انت عايزاه. انا هريحك، بس عشان ما بحبش ارفض لك طلب. لكن اوعي في يوم تنسي الاتفاق اللي بينا. وفاتت سنين واكتشفت ان ربنا مش رايد ليا اني اخلف، حتى مفيش امل من العلاج. في خلال السنتين دول اتعلقت قوي بنور بنت اختي. لا، دي بنتي انا، وخلاص بقت حتة من قلبي. نيرة ما كانتش بتسأل عنها ولا بتحب تسمع سيرتها. كنت كل يوم بشوفها بتنزل صورها على الفيس والواتس مع بنتها التانية وهي فرحانة بيها. كنت أبص على نور وأعيط وأحضن فيها وأقول لها أنتي أحلى حاجة في حياتي، وعمري أبدا ما هرجعك ليهم طالما هما نسيوكي بالشكل ده. وفي يوم لقيت نيرة بتتصل بيا وبتسأل عني، وما سألتش أصلا عن بنتها. ولقيتها بتقولي ما تسافري بره ولا تروحي أي مكان تشوفي لك حل في موضوع الخلفة ده. انت كده طولت قوي، بقالك أكتر من سنتين متجوزة وما خلفتيش. يا حبيبتي، هنا زي بره، وربنا هو العاطي الوهاب. لو رايد لي أخلف هخلف من غير أي تدخل مني. شفتي بقى، أنا مرضتش أخد البت دي عندي ليه؟ عشان بومة ووشها فقر، دخلت عليك يا عيني، جابت لك الفقر والعقم. بالعكس يا نيرة، ده احنا الخير والرزق مهلش علينا غير لما نور دخلت حياتنا. ها، اضحكي على نفسك كمان. ما انت مش هتعرفي بشؤمها غير لما جوزك يجيب لك ضرة عشان يخلف. ما تقلقيش، انا وجوزي خلاص اكتفينا بنور، ومش عايزين حاجة تانية من الدنيا غيرها. طيب كويس ان انت طمنتيني، انا كده اطمنت عليها انها مش هتترمي في ملاجئ بسبب حبكم ليها. يلا يا اختي، ربنا يخليها ليكم. اختي كانت بتتكلم بتريقة، لكن انا ما كانش فارق معايا غير ان نور في حضني، وبعيدا تماما عن امها الغير سوية دي. البنت اصلا لا كانت تعرفها ولا عمرها شافتها. وتلف الايام ونيرة اختي حملت المرة التانية، وهي سايقة عربيتها في يوم للأسف عملت حادثة، وكان معاها البنت توأم نور. وللأسف البنت توفت وهي سقطت. والمؤسف أكتر في الموضوع إن الرحم كمان اتشال. الخبر كان صادم للكل. فاتت فترة طويلة وإحنا بنحاول نواسي نيرة في اللي حصل، لكن بمجرد ما بدأت تتعافى اتفاجئت بجوزها اللي اتجوز عليها لما عرف إنها خلاص شالت الرحم، وحب يفرفش نفسه بعد موت بنته وحادثة مراته. راح اتجوز عشان عايز يخلف ويبني بيت من أول وجديد. وطبعا لما وقفت قصاده قال لها يا إما تفضلي على ذمتي وتعيشي في العز اللي انت فيه، يا إما تتطلقي وملكيش عندي حاجة. وطبعا لما فكرت لقيت إنها مش هتلاقي حد يعبرها ولا يتجوزها، لأن أختي كل دماغها في الفلوس وبس. اختارت إنها تفضل على ذمته. ومرت الأيام، وفي يوم قررت أنا أتكلم مع إبراهيم جوزي، وقلت له بمنتهى الصراحة أنا موافقة يا إبراهيم لو عايز تتجوز عشان تخلف. وطبعا صعب عليا إن أقول لك حاجة زي كده، لكن ده حقك يا ابن الناس، إحنا بقالنا أكتر من 10 سنين متجوزين. رد عليا رد أبهرني وصدمني في نفس الوقت. ماشي يا جميلة، اللي تشوفيه، بس الأول لما ألاقي واحدة زيك، عايز واحدة زيك بالظبط. يعني إيه يا إبراهيم؟ مش فاهم. يعني أنا يا حبيبتي لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي ست زيك. انت فيكي كل حاجة حلوة بيتمناها أي راجل. أقوم أطمع
وهكسر قلبك وأضيعك من إيدي. بس أنت من حقك تخلف برضه. ما احنا ربنا رزقنا بنور، والحمد لله يا حبيبتي، مالية علينا الدنيا. البت دي أنا ببص في وشها بحس بالأمان وبعتبرها بنتي. يعني أنت مش ندمان على عيشتك معايا، ولا ندمان إن احنا خدنا نور؟ والله يا جميلة، لو أوصف لك السعادة اللي أنا عايش فيها أنت ونور أخاف أحسد نفسي. وقتها بس اتأكدت إن كل واحد فعلا بياخد ال24 قيراط بتوعه، وأنا ال24 قيراط بتوعي خدتهم في زوج حنين وبنوتة جميلة هدخل بيها الجنة. يمكن ربنا حرمنا من الخلفة عشان نكون المأوى الحنين اللي ضم البنت الرقيقة دي. وفي عز سعادتي بالنعيم اللي ربنا مرضيني بيه ظهرت نيرة أختي عشان تنغص عليا عيشتي، ولقيتها لأول مرة جاية لي بيتي. ولما فتحت لها دخلت لقيتها بتدور بعيونها في المكان وبتسألني عن نور. ياه، هو انت لسه فاكرة نور؟ تعرفي ايه انت عنها عشان تسألي عليها؟ ده انت لو شفتيها اصلا مش هتعرفيها. جميلة، انت ما تعرفيش انا ندمانة ازاي على اللي عملته. انا حاسة ان كل اللي جرالي كان غضب من ربنا عليا عشان رميت بنتي، لكن انا جوايا دلوقتي عايزة اخدها واصلح غلطتي. انا مش هخلف تاني، وما عادش ليا حد في الدنيا الا هي. صرخت في وشها وقلت لا، ده على جثتي انك تاخديها. حرام عليكي، حرام عليكي، البت في حضني بقالها ياما، جايه دلوقتي تسرقيها من حضني؟ انت اتجننتي يا جميله ولا ايه؟ انا امها مش انتي، ومن حقي اخدها منك في اي وقت. لا، انت لا يا نيره، انت عمرك ما كنت امها. انت رفضتيها من اول لحظه شفتيها فيها، لكن انا اللي ربيت وكبرت وسهرت وطبطبت. انا اللي علمتها تمسك القلم. انا اللي خدت علاج كتير قوي عشان ينفع ارضعها وتبقى بنتي، بعد ما رفضت ترضع صناعي وانت ما تعرفيش حاجه. انا اللي فاهمه كل تفاصيلها واعرف محتاجه ايه من نظره عينيها، لكن انت ولا حاجه، ولا عمرك هتعرفي تفهميها قدي. ومهما تعملي عمري، عمري ما هسيبك تاخدي بنتي مني ابدا. انت صدقتي نفسك ولا ايه يا جميله؟ ولا عشان مش هتخلفي تاني عايزه بنتي تعوضك بالنقص اللي عندك؟ لا يا جميله، تبقي بتحلمي. انت ربيتيها وكبرتيها شويه، كتر خيرك طبعا، لكن رد جميلك عندي هو ان انت تاخدي مبلغ كويس تتعالجي بيه، ولا تعملي بيه اي حاجه تنفعك انت وجوزك. اكتر من كده لا، وملكيش حاجه عندي. ده انت بجحة قوي، بجحة قوي بجد يا نيرة. عاوزة تحرمي أم من بنتها وتقولي لي فلوس؟ كانت عملت لك انت ايه الفلوس؟ اطلعي بره يا نيرة، اطلعي بره وما تجيش هنا تاني. عموما براحتك يا جميلة، انت اللي اخترتي، بس اعملي حسابك انا هاخد بنتي منك بالقانون. هرفع عليكي قضية خطف وهحبسك انت وجوزك، لكن عشان الإخوة اللي بينا هديلك مهلة 24 ساعة ترجعي لي بنتي وبإرادتك. غير كده يبقى تجهزي نفسك انت وجوزك للسجن يا جميلة. ومشيت نيرة، وانا دخلت الأوضة صحيت نور وخدتها في حضني وفضلت أعيط، واتصلت بإبراهيم يجي من الشغل وقلت له كل اللي حصل. لقيته بيقول لي انا ما اقدرش استغنى عن نور، دي بنتي ونور عيني، وهما مش هيحبوها ولا هيحنوا عليها قدنا. طب وايه الحل؟ هنتصرف ازاي دلوقتي؟ ولو اشتكت هتقدر تاخد البنت فعلا؟ بقولك ايه يا جميلة، انا هاخدك انت وهي ونسافر، نمشي من هنا خالص. انا مش هسيبهم ياخدوا بنتنا ابدا. ساعتها يا خالتي حسيت دماغي اتشلت من الحيرة، مش عارفة اتصرف ازاي. تفتكري اخد البنت واسافر؟ طب وشغلي وشغله وحياتنا، ممكن في حل تاني يساعدنا؟ أرجوك يا خالتي مبسوطة، أنا جيتلك عشان تشوفي لي حل. لا إله إلا الله، قطعتي قلبي يا بت ونزلت دموعي ودموع المشاهدين. بقولك إيه يا حبيبتي، اللي انت فيه ده ابتلاء من ربنا، وربنا ليه حكمة إن انت ما تخلفيش ولا يكون لك عيل. بقولك إيه يا حبيبتي، انت عملتي اللي عليكي وزيادة مع بنت أختك، خلي أمها تاخدها. صدقيني لو جيتي للحق أمها يا بنتي أحق بيها، أمها كمان حالتها تصعب على الكافر. بس أنا بقولك أهو، أمها مش هتستحملها،
البت تعبانة وانت اللي عارفة كل حاجة عنها، والبت كبرت دلوقتي، انت بتقولي عندها 10 سنين، يعني كل شوية هتقول لهم عايزة اشوف ماما جميلة. البت مش هترتاح وهتجيلك برجليها، ولو ما جتلكيش دلوقتي بكرة تكبر وتعرف اللي انت عملتيه واللي امها عملته، وساعتها بقى هي اللي تختار. هوني على قلبك يا حبيبتي، انا مش عايزاكي تدخلي نفسك في مشاكل. مادام جوز اختك ايده طايله واختك ايديها طايله، ممكن فعلا تقول ان انت خطفت بنتها والبت مريضه ولا انت مقصره عليها. سيبيها تاخدها وهي اللي هترجعها لك تاني، او البت لما تكبر هترجع لك، واتفقي معاها بالحسنى ان انت تروحي تشوفي البت كل ما توحشك، ان شاء الله حتى لو كل يوم، وهو ده يبقى شرطك الاساسي. صدقيني هي اللي محتاجالك، اختك نيره محتاجالك انها تعرف منك بنتها بتحب ايه وبتكره ايه، بتتعاملي معاها ازاي. صدقيني يا بنتي هو ده الحل اللي يرضي ربنا. هي مهما كانت امها وحالتها اصعب منك، خليها تاخدها واتفقي معاها ان انت تشوفيها كل يوم حتى. صدقيني هي اللي هتتصل بيكي وتقولك مش عارفه اتعامل معاها، وباذن الله البت تكبر وترجع لك تاني. وادعي ربنا انه يبرد قلبك وريحك يا حبيبتي. قومي ما تعمليش مشاكل ولا تدخلي نفسك في حوارات وقضايا ومحاكم عشان هتخسري، وساعتها للأسف ممكن يفهموا البت ان انت كنت خطفاها ويقلبوا البت عليكي. يلا يا ست جميلة، قومي يا حبيبتي روحي جهزي شنطة البت ورجعيها لأمها، وانا وكل الناس هندعيلك ربنا يصبر قلبك. ولا انتوا ايه رأيكم يا جماعة؟ اللي عنده حل يقوله يريح قلب الست من غير ما تدخل في قضايا ولا محاكم ولا تاخد بنت اختها وتهرب بيها. ده مكتوب وربك له حكمة في كل حاجة بيعملها. يا ريت ما تبخلوش عليها بتعليقاتكم ورأيكم، التعليقات تحت مفتوحة لكل الناس، اللي يقول لها رأيه واللي ما عندوش رأي يدعي لها ربنا يصبر قلبها.